فيلم النهارده هو فيلم اكشن واثاره، وبيحكي قصه شاب بيدخل السجن هو محتفظ بالرصاص في جسمه عشان بيفكروا بالراجل اللي قتله عشان ينتقم لحبيبته. تعالوا نشوف القصه كلها مع بعض. في المستقبل كل السجون الولايات والسجون الفيدراليه بتمتلكها شركات خاصه، والمنظمات دي بتتحكم في حياه المساجين وبتستخدمهم كتسليه ليهم، وبيخلوهم يلعبوا العاب غريبه وخطيره وبيراهنوا عليهم عشان يسلوا نفسهم. وفي بدايه الفيلم بيكون في مساجين جداد مترحلين على سجن فيدرالي في الصين، والكل بيقف صف واحد وبيتسألوا على اساميهم والجرائم اللي عملوها. ومن بين المجرمين دول بيكون في شاب عنده 20 سنه اسمه ريكي، ومحكوم عليه ب10 سنين سجن بتهمه الاعتداء وقتل شخص. بس ريكي مش بيكون زي المساجين العاديين، ومش بيحب يتعامل باسلوب وحش، فمش بيسمع كلام الحراس وبيعمل اللي هو عايزه، ومن اولها كده الحراس مش بيطقوه. ولما ريكي بيعدي من جهاز كشف المعادن والجهاز بيزمر، الحراس بيستغلوا الفرصه عشان يفرضوا سيطرتهم عليه، فبياخدوه على ماكينة أشعة إكس وبيكتشفوا إن جسمه جواه رصاص. ولما الحراس بيسألوه هو ليه ما خلاش الدكتور يشيل الرصاصة من جسمه، بيقول لهم إن الرصاص ده تذكار من الشخص اللي قتله. وبعدها محدش بيتجرأ يقول له حاجة بعد اللي قاله، وريكي بيتاخد على جوه مع باقي المساجين. وهناك المكان بيكون متقسم 4 أجزاء متسمية على أسامي ال4 اتجاهات: شرق غرب شمال جنوب، وكل جزء بيحكمه قائد مختلف، والقادة بيكون عندهم السلطة كمان انهم ينهوا فترة مراقبة المساجين ويشتغلوا مع مأمور السجن. وفي يوم واحد متنمر اسمه صامويل بيكون في الحمام وبياخد فوطة بالعافية من مسجون كبير اسمه عمر، والاتنين بيتخانقوا مع بعض، فصامويل ورجالته بيضايقوا الراجل الغلبان وبيكسروا له مناخيره. ولما واحد من الحراس بيتدخل عشان يلم المشكلة دي، بيلاقي ان صامويل هو الطرف الرئيسي في الخناقة، فبياخد بعضه ويمشي. وريكي بيشوف الحادثة دي على الباب، فبيحط رجله في الطريق وبيكعبل صامويل وهو ماشي، وبيخلي صامويل يقع على خشبة مليانة مسامير، وصامويل وشه بيتخرشم من المسامير، بس بيعيش ومش بيتصاب جامد. ورجالته بيحاولوا يهجموا على ريكي، بس لما بيلاقوه مش خايف منهم بيقرروا يهتموا بالزعيم بتاعهم الأول. وبعد فترة صامويل بيخف، بس بيكون عايز ينتقم من ريكي على اللي عمله، وبيبقى عارف انه مش هيقدر على ريكي لوحده، فبيعين احسن مغتال في السجن، التنين الغضبان، واللي معروف انه مجنون وعنده سمنه مفرطه، ولحد دلوقتي قتل بتاع 50 مسجون. بس حاليا التنين الغضبان بيكون محطوط في الحبس الانفرادي، فصامويل بيحاول يرشي الحراس عشان يخرجوه. وبالليل بيلاقوا جثه استاذ عمر متعلقه في سقف الطرقه، وبيكتشفوا ان صامويل انهى فتره المراقبه بتاعته عشان يخليه يعيش في السجن لباقي حياته. والراجل الغلبان بيكون مسجون بسبب انه خبط واحد بعربيته، والشخص اللي مات ده كان ظابط، عشان كده عمر اتحكم عليه بمده طويله جدا في السجن، وكان بقاله سنين مستني يقابل عيلته تاني. واول ما بيعرف ان عمره ما هيخرج من السجن ومش هيشوفهم خلاص بينتحر. والتاني يوم الصبح التنين الغضبان بيخرج من الحبس الانفرادي وبيروح لريكي الحمام، وبيضربه جامد لدرجه انه بيطير وبيخبط في الحيطه، فريكي بضربه واحده بيطلع له مصارينه، والعملاق بيقع على الارض واحشائه طالع من جسمه. وصامويل كمان بيواجه نفس المصير لما بيحاول يتدخل، وريكي بيضربه جامد في بطنه وبيقتله، والمكان كله بيكون عباره عن دم، والحراس كالعاده بيقفوا يتفرجوا بس. وقبل ما ياخدوا ريكي على الزنزانه، القائد هاي بتاع الجناح الغربي بيروح له وبيعرض عليه ينضم لعصابته عشان بيكون معجب بمهاراته القتاليه. وريكي مش بيهتم بموضوع العصابه ده، بس ما بيقولش. وبعدها بنرجع بالزمن لورا وبنشوف ريكي ايام ما كان طالب في المدرسه، وكان عايش في دار ايتام بعد ما اهله ماتوا من وهو في ابتدائي. وفي يوم بيروح يزور قبر اهله وبيقابل عمه هناك، وبيعرف ان عمه مدرب كونغ فو وعنده معرفه كبيره بكل انواع الفنون القتاليه. وعمه بيشوف ان ريكي عنده موهبه كبيره وبيعرض عليه انه يدربه، وبدايه من اليوم ده بيدربه تمارين كل يوم في المقابر. وريكي بيسيب المدرسه عشان يركز في التدريب، وفي كل حصه بيختبر مهاراته، ولما بيقدر انه يكسر قوالب الطوب بصدره، عمه بيستوعب ان التدريب كده خلص وان ريكي بقى جاهز. وبنرجع للحاضر وبنشوف ريكي وهو متاخد لمصارع مأمور السجن الاستاذ هوك، وبيكون عنده خطاف في دراعه اليمين وعين صناعيه. وبعد ما بيعرف ريكي عمل ايه في المساجين التانيين، هوك وشه بيحمر من الغيظ وبيضرب ايد ريكي بالخطاف بتاعه، وبيكون عايز يقول هو ازاي بقى قوي كده. ولما ريكي مش بيتكلم، هوك بيطلع صوره لحبيبه ريكي وبيشتمها، فريكي بيتعصب وبيكسر الترابيزه بايده المتصابه، وبيهدد هوك وبيقول له يخليه في حاله وما يجيبش سيره حبيبته على لسانه قبل ما يمشي ويروح على زنزانته. وبنرجع بالزمن وبنشوف ريكي من سنه لما كان عايش اسعد فترات حياته وهو مع حبيبته فيفي، والاتنين كانوا بيحبوا بعض جدا وناويين يتجوزوا بعد التخرج. بس للاسف حصلت مأساة غيرت كل حاجه. في الليله وفيفي راجعه البيت بتشوف وشها عصابه بتبيع افيون لاطفال عشان يستخدموه كمخدرات في المدرسه، ولما بيشوفوها وهي بتراقبهم بياخدوها للزعيم العصابه، والزعيم بيكون راجل منحرف وبيحاول يتحرش بيها، بس فيفي بتقدر تهرب.
لكن وهي بتجري بتقع من المبنى وبتموت، وموتها بيأثر على ريكي جدا وبيقرر انه لازم ينتقم ليها. وفي يوم بيلاقي زعيم العصابة لوحده ومش معاه حد من رجالته، والراجل بيضرب ريكي بالرصاص بس ريكي مش بيتأثر، وحزنه على فيفي بيكون اكبر من الوجع اللي حاسس بيه في جسمه، فبيضرب الراجل جمجمته وبيموته بضربة واحدة. وبعدها بيروح على السجن بس ريكي مش بيكون ندمان على اللي عمله. وتاني يوم كل مساجين الجناح الغربي بيضربوا في واحد من رجالة صامويل بما انه ما عندوش حد يحميه دلوقتي، بس قائد الجناح الغربي هاي بيوقفهم، وهاي بيكون عايز يفرض سيطرته على المكان، خصوصا ان الكل بيمدح في ريكي، فبيضرب واحد اسمه كانج وبيكتفه بسلاسل في خشبة قدام السجن كله، وبيسأل المساجين اذا كان حد عنده استعداد ينقذ كانج ويواجهه، والمساجين بيكونوا عايزين يساعدوا صاحبهم بس بيخافوا من القائد. وقتها هاي بيحس انه وصل رسالته خلاص، لحد ما ريكي بيتدخل وبيروح يواجهه، والاتنين بيتقاتلوا وبيجرحوا بعض جامد. وهاي بيستخدم اساليب قتالية تانية في القتال، وبيرش مسحوق غريب على ريكي عشان يعميه ويخليه ما يشوفش كويس، وكمان بيقطع له شريان في ايده عشان يعجزه، لكن ريكي بيقدر يتغلب على الصعوبات دي وبيغسل عينيه وبيعقد الشريان اللي في ايده، وبعدها بيضرب هاي على قفاه وبيخلي عينيه تقع من مكانها. ولما هاي بيحس انه على وشك انه يخسر بيروح لواحد من رجالته وبيطلع مصارينه علشان يخنق بيها ريكي، بس خطته بتفشل وهاي بيموت وريكي بيحتفل بفوزه، وبينزل كانج من فوق، وفجأة القادة بتوع 3 أجنحة تانيين بيظهروا في المكان وبيحموا مساعد المأمور بس مش بيهاجموا ريكي. وفي اليوم اللي بعده ريكي بيشوف راجل اسمه سو قاعد لوحده بره، فبيروح يقعد معاه وبيكتشف ان واحد من القادة قطع له لسانه، وعشان كده هو مش بيقدر يتكلم، فريكي بيديله الأداة الموسيقية بتاعته، وسو في المقابل بيديله ورق أفيون. ولما ريكي بيسأل هو جاب ورق الأفيون ده منين، ريكي بيكتشف ان قائد الجناح الجنوبي والمساعد هوك بيزرعوا أفيون في السر في الجناح الجنوبي من السجن وبيبيعوا له الطلبة. وبما ان موت فيفي كان سبب الأفيون ده، فريكي بيقرر انه يتخلص من المزرعة كلها. وفي الوقت ده زعماء العصابة بياخدوا بالهم من صحوبية سو وريكي، وعشان يعرفوه غلطه بيسلخوه لحد ما يموت وبيرموا جثته بره علشان يبقى عبرة لكل المساجين. وريكي بينهار لما بيعرف ان سو الغلبان اتقتل، فبيروح يولع في الزرع اللي في الجناح الجنوبي بالليل، والنار بتحرق كل المحصول، فقائد الجنوب بيهاجمه والاتنين بيتخانقوا مع بعض، وريكي بيكون اقوى منه، بس في اللحظة دي باقي القادة بيوصلوا وكلهم بيهاجموا في نفس الوقت. وبنعرف ان قائد الجنوب هو العقل المدبر للمجموعة دي، وقائد الشمال متخصص في القتل بالخيط وبيقدر يشق الواحد نصين من الخيط بتاعه، في حين ان قائد الجناح الشرقي هو اقوى واحد فيهم. وبيستخدموا قوتهم هما التلاتة مع بعض عشان يمسكوا ريكي ويحبسوه في اوضة، ولما القائد الجنوبي بياخده في اوضة لوحده عشان يقتلوا راجل لراجل، بيستوعب بعدين انه اتسرع في القرار ده وبيندم، عشان اول ما الباب بيتقفل عليهم الاوضة بتبتدي تتملي اسمنت، ودي بتكون خطة هوك علشان يقتل ريكي، بس ريكي بيقدر يعيش وبينقذ حياة القائد الجنوبي. وبعدها بيتحدى هوك انه يقاتله ويحاربوا راجل لراجل، بس بعد شوية الاسمنت اللي مغطي روكي بينشف وبيقيد حركته، وفي النهاية ريكي بيتمسك تاني وبيتحجز. وتاني يوم مأمور السجن بيرجع من رحلته في هاواي، وبيكون جايب معاه ابنه المدلع وونج وهو بيمشي بيقع على سجادة بسبب وزنه، فبيقتلوا الولد اللي فرش السجادة، والمأمور بيعامل المساجين كحشرات ممكن يدوس عليها ويقتلها في أي وقت، ومش بيهتم بأي حاجة غير ابنه. وأول ما بيعرف بموضوع مزرعة الأفيون اللي اتدمرت دمه بيغلي من الغيظ، فهوك بياخده على زنزانة اللي حابسين فيها ريكي ورابطين ايديه في السقف، وكمان بيبقى لسه متغطي بالاسمنت زي ما هو. بس اول ما ريكي بيشوف المأمور بيشيل التراب من على جسمه وبيهاجم المأمور وبيقول له انه مش هيسكت على الافيون اللي بيتاجر فيه. وفي اللحظة دي قائد الشرق بيتدخل وبيكتف ايد ريكي بالحديد، وبيفضل يضرب فيه قدام المأمور وابنه عشان يرضيهم. وفي وسط التعذيب ده ريكي بيسمع اسم فيفي بيتقال في وسط الكلام، وده بيخليه يرجع لطبيعته وبيقدر يفك ايده، وبيضرب قائد الجناح الشرقي في رقبته وبيموته في ساعتها. وقبل ما ريكي يلحق يفرح ان التعذيب وقف بيلاقي السقف معمول من الحديد وبيبتدي يتحرك لتحت، فريكي بيبطئ حركته قبل ما يفعصه وبيطلع من الزنزانة وبيفاجئ الكل بقوته. وفي المشهد اللي بعد كده بيحطوه في حفرة في الأرض وبيأمروا باقي المساجين انهم يدفنوه وهو حي، والمساجين بيضطروا يسمعوا الكلام غصب عنهم وبينفذوا الأوامر وهم مترددين عشان خايفين على نفسهم. والمأمور بيسيب لريكي عود بامبو يساعده انه يتنفس، وبيفضل محبوس هناك اكتر من اسبوع، وطول الوقت ده بيكون بيفكر في فيفي. وفي اليوم الثامن المأمور حنيته بتمنعه من انه يفضل حبسه، فبيدي اوامر انهم يطلعوا جثته من تحت عشان الكل يشوف ايه اللي بيحصل للي مش بينفذوا قوانين السجن. وبعد ما ريكي بيطلع من الحفرة دي بيفاجئ الكل وبيوريهم انه كويس وبيقدر كمان يتشقلب في الهواء، والكل بيكون منبهر بمهاراته دي، وده بيخلي قائد الجناح الجنوبي يتغاظ، وبعيدا عن انه كرهه بيكون كمان غيران من قوة ريكي. وفي وسط الكل ما بيكون ملهي
بيضرب ريكي وبيخليه يفقد وعيه وبيكتفه، وبعد كده بيحطه في فخ الموت واللي هيقتله لو حاول يتحرك. والمأمور بيكون منبهر بقدرة تحمل ريكي وصبره، فبيعرض عليه انه ينضم للعصابة، بس ريكي بيشتمه وبيهينه. فقائد الجنوب بيزود من مستوى التعذيب وبيحط شفرات موس في بق ريكي وبيفضل يضرب فيه، ولما بيوقف ضرب اخيرا ريكي بيتف الشفرات دي على وش المأمور وبيوصلهم انه رافض يستسلم. وبالليل واحد من اللي بيدعموا ريكي بيجيب له اكل وبيوصل له رسالة بيقول له فيها انت ما ينفعش تستسلم دلوقتي، بس مساعد المأمور بيعرف فبيضرب الولد ده وبيحط الخطاف بتاعه في زوره وبيقتله. وبعدها بيدخل زنزانة ريكي عشان يوريه اللي عمله في الولد اللي كان بيساعده، بس ريكي بيهاجمه. ريكي بيضرب مساعد هوك في دماغه وجمجمته بتتقسم نصين، وبعدها بيخزق عين هوك السليمة وبيقطع له ايده. وكل المساجين وقتها بتصور على المأمور وبتحارب الحراس اللي بتحاول تتدخل، وفي الناحية التانية المأمور وابنه بيكونوا في المطبخ. ولما المأمور بيسمع واحد من المساجين بيشتكي ان ابنه بياكل الاكل بتاعهم بيحب يعرفه غلطه، فبيحط ايده في المفرمة والدم بيطرطش في كل حتة. ومرة واحدة ريكي بيدخل الأوضة وبيقف قصاده، وقائد الجناح الجنوبي والشمالي بينضموا لهم وبيهاجموا ريكي، والتلاتة بيدخلوا في معركة تانية، بس المرة دي ريكي بيكون أقوى منهم هما الاتنين، وقائد الجناح الجنوبي بيتقتل بعد ما ضلوعه كلها بتتكسر، أما القائد التاني بيطلع يجري من الخوف. واخيرا بيتبقى المأمور وريكي بس، وفي الاول القتال بينهم بيكون عادي، بس بعد شويه المأمور بيتحول لوحش ضخم وبيهاجم ريكي، والقتال بيستمر المده لحد ما ريكي بيزقه في المفرمه ومش بيتبقى منه غير راسه. وبعدها على طول ريكي بيطلع بره وفي ايده راس المأمور وبيعلن فوزه قدام الكل، وفي المشهد الاخير بيكسر حيطه السجن وكل المساجين بتهرب.